هاي، ازيكم عاملين ايه؟ عارفين الايس كريم بتاع سلطانة الجديد؟ هو في منه اكتر من فليفر، وبما اني بحب الترامايسو جدا يعني قهوة وشوكليت، قررت ان انا اجرب اللي بالترامايسو واقول لكم رأيي فيه. هو طعمه جميل جدا طبعا، يعني فيه قهوة وشوكولاتة وبسكوت كده بالشوكولاتة، طعمه جميل. بس يعني مشكلتي معاه انه مكانش فريش شوية وكان غالي قوي على الكمية. فبمناسبة مرور سنة على القناة قررت ان انا اعمله معاكم النهاردة. اول حاجة هبدأ بيها ان انا احضر الكوفي. هجيب معلقتين صغيرين من القهوة، مكعب صغير كده من شوكولاتة دارك ده اختياري، معلقة صغيرة من السكر، وبعدين هدوب ده كله في مية سخنة، وبعدين هسيب الكوفي على جنب تبرد خالص، مش هستخدمها غير وهي برد. نيجي لتاني حاجة معانا، تحضير الكريمة. انا استخدمت كريم شانتيه اللي هو الباودر اللي عليه سكر ماركة دريم. استخدمت الحليب يكون ساقع طبعا، نفس المكتوب على الكيس، 125 مللي للكيس. وهضرب ده كله مع بعض لحد ما يتقل. وبعدين هستخدم جبنة كريمي، انا استخدمت مزارع زينة، هستخدم منها 8 مكعبات. ما نستغناش ابدا عن الجبنه الكريمي لانها بتدي قوام حلو قوي للكريمه بتاعه التراميسو. استخدمت 8 مكعبات مع رشه من الفانيليا، وهضرب كده الجبنه الكريمي مع الكريم شانتيه بتاعي لحد ما وصلت للقوام ده. بعدين نيجي لاخر خطوه وهي تحضير موس القهوه. استخدمت معلقتين كبار من النسكافيه، وبعدين هستخدم عليه ربع كوبايه من الحليب الساقع، ممكن نستخدم ميه ساقعه على فكره. وهستخدم تلت كوبايه من السكر. افضل من السكر اللي انا استخدمته ان احنا نستخدم سكر بودر عشان لما نضربه بالمضرب كده يدوب معانا بسهوله، وده شكله كده. وبعدين ان انا استخدمت بسكوت اولكر اللي بالشوكولاته، هو يعني كان بديل كويس لبسكوت الليدي فينجر. وبعدين هجيب بسكوت الاولكر بتاعي اغمسه في القهوه بعد ما بردت، وبعدين احطه كده في الكوبايه. هحط بسكوتين، وبعدين احط الكريمه اللي احنا عملناها مع بعض، وبعدين اخر حاجه احط فوق كده موس القهوه. وبعدين هعيد الطبقات تاني، احط بسكوت اولكر، كريمه، موس قهوه، وهكذا. انا عملت 3 طبقات، واخر طبقه على الوش كده هنحط كاكاو خام، ده اللي بيبقى مميز قوي في التراميسو. وبعدين هاخده احطه في الفريزر تقريبا 4 ساعات، ويعني قبل ما نيجي نقدمه نطلعه كده من الفريزر قبلها ب10 دقايق. وده شكله كده بعد ما سبته في الفريزر. الطبقات بتاعته شكلها جميل جدا. والمكونات اللي انا استخدمتها في الفيديو، المقادير دي عملت لي صينيه اللي هي الانجليش كيك، الصينيه دي كلها، وعملت لي الكوبايه، يعني المقادير دي كلها تقريبا تعمل لي 3 كوبايات حجم الكبير. علشان كده في البيت اوفر كتير، يعني بتاعت سلطانة تقريبا ب120 جنيه، اللي انا عملتها في البيت ب40 جنيه كده. ده التراميسو اللي انا حطيت فيه موس القهوة. هقول لكم رأيي بقى، هو احلى ولا بتاع سلطانة احلى؟ شايفين كده دي كل الطبقات. تحفة بجد، احلى من بتاع سلطانة كتير، واوفر كتير كتير يعني. وطعم الكوفي فيه عالي قوي، وكمان البسكوت اللي هو على الرغم ان انا مستخدمه بسكوت اولكر مش بسكوت التراميسو، بس طعمه بجد تحفه. متنسوش بقى تقوليلي في الكومنتس. كل سنه والقناه بتاعتنا طيبه وبخير. باي.